ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهارده. هنا بقى انا ابتديت معاكم بالعصاير كده على طول. امر الدين بقى افككه كده واحطه على ميه في الميه يعني، واولع عليه البوتاجاز عشان يفك بسرعه، وبعدين هضربه ايه في الخلاط بقى وافضيه في الازايز. وهناك ده اللي بعد منه، وده العناب ولعت عليه، وده هنا الخروب. وطبعا هنا البصل بقى ايه يعني، كنت قلت هعملها وبعدين قلت لسه بدري يعني. انا تبلتها كده شويه وجهزتها وركنتها بقى ايه على جنب. هنا بقى هنزل بكميه السكر المناسبه، هنزل بقى من الاول عشان يبقى ايه متحلي يعني. وهفضل اقلب في السكر لحد ايه ما يتكرمل كده. واللي اول مره يعمله برضك ايه ما يخافش. انا ما كنتش بعمل العصاير في البيت، انا كنت على طول بنشتريها جاهزه وكده. فانا اول مره اعمله، بس اول ما اتجمد كده يعني ما تقلقيش، اللي اول مره بتعمله يعني وكده اول ما يتجمد ما تقلقيش. عندك بقى حلين، يا تنزلي عليه بميه بالحنفيه وتسيبيه لحد ما يفك، يا الحل التاني بقى ده الاسرع يعني، اللي انا برضك ايه هعمله. تسخني ميه سخنه وتنزلي عليه هيفك على طول في ساعتها. هنا بقى طبعا الكركديه غلي خلاص بقى، اطفي بقى عليه خلاص وايه واركنه على جنب بقى لحد ما يبرد، وادخله التلاجة واحط له السكر بتاعه وسكره كده يتظبط يعني. واحطه بقى ايه بعد كده في الازايز يعني بعد ما يبرد. هنا بقى السكر اهو بتاع الخروب ابتدى يتكرمل اهو معايا. هفضل بقى اقلب بقى ايه فيه، اول ما يتكرمل خالص اقوم منزله ايه بالميه بقى على طول ايه عليه. هنا انا كنت بقلب قمر الدين، ورجعت لكم تاني ايه اقلب بقى ايه في الخروب. طبعا السكر بقى زي ما انتم شايفين اهو ابتدى يتكرمل. صلى على الرسول يا حبايب قلبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوش اللايك والشير كومنت حلو منكم. طبعا هنا بقى البراد اهو، انا ولعت بقى على ميه ايه في البراد، هنزل بيها بقى على طول كده ايه. هو كده اتكرمل خلاص وبقى زي الفل كده وجميل. زودت بقى انا طبعا الميه من البراد، وزودت شويه ميه من الحنفيه بقى ايه عادي يعني. هنا بقى طبعا البصله قلت اقلبها بقى واولع عليها. وده طبعا بقى ايه كان غالي بقى خلاص ياخد غلوه، والتانية الخروب وطفي عليه كده بيبقى يعني خلاص حلو يعني. لسه بقى قمر الدين طبعا ايه لسه ما فكش وكده، هو يفك قمر الدين بردك وياخد غلوه واحده. هنا بقى البصله هي رجعت بقى معاكم وحمرتها، هنزل بقى بكميه الميه اللي هي المناسبه، وبعد كده بقى هنزل ايه عليها بالرز. انتي توته 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 اوته تعالي كده. هنا بسقط الرز بقى اهوك، واول ما اسقطه واخلصه هنزل بقى ايه بالملح. احط كميه ملح مناسبه حلوه كده عشان خاطر ايه تبقى ما يبقاش دلع يعني. وشويه كمون صغيرين. وده هنا السلق بتاع القلقاس، بنشفه بقى كده واحمصه، واحطه بقى ايه واضربه في الخلاط بعد كده واحطه في الفريزر. هنا بقى العصير بقى خلص اهو وبرد، اصفيه بقى وايه واحطه في الازايز وادخله بقى التلاجة. وبالنسبة للعصير احنا مش بنشرب العصاير قبل الاكل يعني، بعد ما بناكل بقى بنصب ونشرب براحتنا، لان لو ابتدينا بالعصاير بتملى بطننا ومش بناكل يعني. هو اي حد كده عامة يعني، معظم المصريين كده يجهزوا العصاير وكده وياخدوا بق، وبعد الفطار بقى يشربوا براحتهم بقى. هنا بقى ده الكركديه او الكركريه، صفيته بقى زي ما انتم شايفين بردك كده وايه، وواحده واحده كده احطه في قلب الازازه. طبعا انا عندي قمع بس مش لاقياه يعني، قلت بقى لسه اقعد ادور بصدق ان انا اعمل حاجه بقى والبت ساكته. وده بقى لما صلى على النبي قمر الدين في الازازه اهوت. وده الخروب عمل الازازه دول الازازه والنص دولك. وطبعا دي ازازه فراوله كنا عاملينها بردك. هنا بقى السمك كنا بقى خلاص بقى كده كان قبل الاذان بما فيش، قالينا بقى خلصناه.
طبعا حسن بقى ايه بيساعد بقى طبعا عشان تنفضوا مع العسل. وده بقى كان شكل الاكل بقى بتاعنا. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. لأم هنية تكفي 100. العزومة دي كانت على شرف رحمة بقى، عشان رحمة جات لي كانت عندي. ده كان شكل الاكل بقى النهائي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا حبايب قلبي. هنا انس بقى بيكلمكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوناش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم. متنسوش تصلوا على رسول يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.